اذا انت صانع محتوى جزائري وراك حاب تحول الجمهور تاعك الى مصدر دخل، ولا حاب تحول التواجد تاعك في مواقع التواصل الى دخل مادي معتبر ومحترم، الفيديو هذا راح يكون لك. لكن قبل ما نبدا الفيديو نتمنى منك جيب ورقه وستيلو، كاس كبير تاع قهوه، لأن الفيديو تاع اليوم راح يكون دسم بأتم معنى الكلمه. شرح بسيط، معنى دسم. It goes on and on and on and on and on and on and on. اوكي اوكي، اذا مازال ما تشربش قهوه جيب قهوه تاعك، اذا ما تشربش قهوه جيب كاس ماء، كاس اتاي، اي حاجه كبيره تقدر تشربها معك في هذا الفيديو. واذا ننصح الاغلبيه، ننصح وبشده، تيك نوتس تيك نوتس تيك نوتس، خذ رؤوس اقلام، ولا سجل المعلومات اللي راح تشوفها في هذا الفيديو، انه الفيديو هذا راح تحتاجه بزاف. وما على باليش حال راح نخليه متواجد، لانه هذا الفيديو راح يكون راح يكون بديل، راح يكون بديل على الفي اس ال اللي حنحطه في الويب سايت تاع الايجنسي، دونك موش حيطول بزاف ويتنحى. نبداو على بركة الله. الكرياتور الجزائري اوكي حابب يربح دراهم من جمهور، وهذا امر طبيعي جدا. اوكي موش عيب، عادي جدا انك تحب تدخل دراهم من الوقت اللي راك تضيع فيه في مواقع التواصل. اوكي البروبلم اللي نلاحظ فيه في الفترة الأخيرة انه الاغلبيه راه يقلد واحد النموذج راه يدور في السوق الغربي او السوق الامريكي تحديدا، كيما ايمان غاتسي، ادي، ادي عندك اليكس هرموزي. it works. it works. it's an amazing funnel, amazing program, amazing strategy. الاستراتيجيه اللي تقول انك تجيب ترافيك. اوكي تجيب ترافيك تاعك، الترافيك الاغلبيه كيفاش يجيبوه؟ هي صناعه المحتوى. اوكي تجيب ترافيك، دير ليد ماجنت. ليد ماجنت راح يكون عباره عن فريبي، مثلا هذا الفيديو عباره عن ليد ماجنت، يكون عباره عن بي دي افس لي عموما راح يكون كاين واحد شيء في الديسكربشن تحت تحتاجوه بزاف، وكاين جايد. This is a guide. مع العلم اني نقول لكم باللي هاد الطريقه راهي خاطئه، وراني مفهم فيكم بلي ندير في نفس الطريقه، لكن it's not the same. يكون كاين اختلاف كبير، اختلاف كبير ما بين هاد الاستراتيجي وهاد الاستراتيجي. كاين اختلاف كبير في السوق الجزائري، وراح نطرقوا للاسباب قريبا ان شاء الله. الخطا اللي راهو يصرى، الاغلبيه يحوسوا على ايميل سيكونسز، ولا يحوسوا على تيليجرام جروبس، لانه ايميلز ما يمشوش في الجزائر لسبب ما، الاغلبيه ما يشوفوش ايميلز تاعهم unless it's a high ticket or a business to a business offer. okay. Webinars, they work in Algeria. Webinars do work. Me, اسكو الويبينارز or doing a webinar is the best way to monetize your audience? Definitely not. There are better ways. وكذلك واحد من اهم المشاكل في السوق الجزائري تيكون ما كانش اونلاين بايمنت، يعني ما كانش كيفاش المتابع تاعك ولا الكليون تاعك ولا الايديال كلاينت ولا potential كلاينت انه يخلصك اونلاين، اللي راح دائما يطيحوا في بعض من الاسباب، وهي الثقه والبطاقات البنكيه، ورانا رايحين لهم slowly. اوكي trust resistance all of this stuff. باش ما نطولش عليكم الفيديو، it's simple, you can pause, read, it's very simple. بس راح لهم in details. اوكي كاين بزاف اللي كيتبعوا هاد structure. اوكي يتبع هاد structure، يحط كورس ب$50 ولا $100، حوالي المليون حتى 2 ملايين ونص السوق الجزائري، والجمهور تاعو هنا واش يقول لك؟ المشكل راهو في السوق. لا لا يا عزيزي، يا عزيزي المشكل راهو فيك انت، المشكل راهو فيك. وعلاش؟ اوكي علاش؟ نبداو بسبب الاول، قلنا البطاقات البنكيه ما كانش في الجزائر. وعلاش بالدولار تحديدا؟ علاش بالدولار تحديدا؟ لانه المنصات اللي حنستعملوهم، المنصات اللي حنستعملوهم باش نهوستيو البروجرام تاعنا ولا نهوستيو فيهم الكوميونتي تاعنا تكون منصات عالميه، مثلا منصه ووب، سيركل، سكول، ديسكورد. ماكش حتقدر دير بطريقه مباشره، طريقه مباشره
في منصات هادو، وكاين حل لهاد الحاجه، سيكون تكون المنصه تابعه ليك انت. نظن انه الاغلبيه ما عندهمش الكاباسيتي ولا resources to invest in a platform that they own. It's gonna be expensive من حوالي 40 حتى ل 100 مليون. تقدر دير اقل لكن. والسبب الثاني راح يكون الثقه. الثقه هذا عامل كبير بزاف. سيكون اغلبيه ما يحوش يكسب الثقه تاع الجمهور تاعو في الخبره تاعو. دوك نطرق لك الموضوع. ممكن اغلبيه مرتبط عندي I have a problem with Arabic lately. I have a problem with Arabic when it comes to work because I do everything in English, so I'm translating then talking in this video. alright, نترجم بعد نهضر عادي جدا. خلونا منها. الثقة هذه عاش مش يبنيوها؟ لأنه أغلبية راهم يديروا فيديوهات الهدف منها المشاهدات، الهدف منها إنه يجيب attention فقط. الفيديو هذا ماهوش راح يتارجت ال ICP. ICP it's the ideal client persona. okay, ICP equals ideal client persona. والسبب الثالث سيكون لا راح يكون، لأنه في السوق الجزائري كنهضروا على بريتاس. It's not ideal unless المهارة اللي راك تبيع فيها it's unique. ممكن نقولوا 50 ل 100 دولار تجيب بها عملاء، بلا ما نعطوا أمثلة ببعض الإي كوميرس جوروز. تقدر تجيب لك ليد، لكن the promised line is what makes a difference. وش راك توعد فيها؟ سكو راح يقدروا يلحقوا. الحاجة الأولى. ثانيا is it ethical in the first place؟ اسكو هاد الحاجة راح ethical to do it. ما نتعمقوش في هذه النقطة، لأنه الفيديو هذا راح يكون فيديو عام، ماهيش حنتعمق في فئة معينة من صناع المحتوى. والنقطة الرابعة أو السبب الرابع، المحتوى تاعك ما يبيعش. تطرقنا لها من قبل هنا في الثقة الناقصة. The content that you make only get views. It doesn't generate the right audience, which is your ICP, ideal client persona. باش نتعمق لك في هذا الموضوع يا عزيزي المتابع، نعطيك مثال بسيط. خلينا نقولوا انه انت صانع محتوى في مجال التجارة الإلكترونية، والفيديو تاعك لك دايرو راهو فقط فليكس، ولا فيديو يبين شحال من كوموندك تجيب، ولا يبين البروسيس، ولا just a small edit تسمى editing. وراك حايب تجيب ريزولت، ولا تجيب كلاينتس. اعتذر على البوست، قلت لك الفيديو هذا راك حايب تجيب به كلاينتس. ناخذ زوج فيديوهات. نقولوا الفيديو الاول والفيديو تاع الاديت جاوب لك حوالي 500 ألف مشاهد، والفيديو الثاني راح يكون فيديو سبليت سكرين. يعني راح يكون هذا النوع من الفيديوهات سبليت سكرين، وين راح تكون انت والشاشه تاعك فيديو. لكن النقطة الأساسية سيكون الفيديو هذا يا عزيزي المتابع مش حيجيب لك فيوز بزاف. تستناش تجيب بيه 500 ألف مشاهدة كيما بفيديو تاع الأدب. إلا جاب لك يجيب لك حوالي 10,000 ل 20,000 مشاهدة في حالة كان المحتوى تاعك مليح والتجارة عندك. لكن الفرق الأساسي بين الفيديو الأديت وهذا الفيديو هو نسبة العملاء اللي يجيبهم. فيديو سبليت سكرين راهو موجه لفئة معينة، واللي هي فئة التجار الإلكترونيين اللي كيما انت. يعني إنسان ودي جاي يدير في التجارة الإلكترونية، إنسان ودي جاي يدخل دراهم بالتجارة الإلكترونية، موش إنسان سمع عن التجارة الإلكترونية ما عنده حتى إيدي، اسمعها من عند إنسان في مكان. It's a whole different diagram. الإنسان هذا اللي شاف الفيديو تاع سبليت سكرين راح يقدر يشعلك الكروت. هنا كاين اللي فهموا النقطة تاعي، مايش حاب نتعمق في
فيها لبعض من الأسباب. It's all about the system. سيستم التحويل تاعك هذا it's سبب من أهم الأسباب. النتيجة السيستم تاعك راح يحبط كثير. وهنا يا عزيزي المتابع ويا عزيزي المشاهد، حوسوا على الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة راح نمشيكم عليها literally just simple، بس ولا هنا راني متعمق فيها أكثر وأكثر وأكثر للأسف in English، لكن حنسيي نترجمها في وانتم راح نوريكم week by week ليترالمون لي كليون تاعي كي نخدم معاهم اسبوع باسبوع كيفاش حنمشي، يعني حتدي the whole plan. الفيديو هذا يا عزيزي المشاهد لمي جود بوسكو، الفيديو هذا الهدف منه تعرف كاع واش نعرف انا، اذا قدرت تدير جو ahead راحتك. It's gonna be a gym. وراح نوريكم results، راح نوريكم results extraordinary results. There are extraordinary failures to get to a point where we know all of this. Me راح you will get a lot. Please take notes along this along this. Anyways, user Linux. Anyways. طريقة صحيحة واش تقول في السوق الجزائري. صح، السعر راح يكون بالدينار، يعني حيكون ما بين 250 ألف صفيم أو حوالي 2500 دينار إلى 9700. هذا بالنسبة للكورسز الكوميونيتيز اند كوتشنجز. واحد ثاني من اللي بري اللي نستعملهم بزاف راح يكون 4700 770,000 it works. سيت شحال من بري؟ سيت 350، سيت 350، سيت 95، سيت 600، سيت 700. and these are three prices. Text. Let me add a text guys. هاد اللي بري اللي هي 250 470,000 970,000 2 ملايين ونص و هادوما لي بري اللي انا بيرسونالمون لقيتهم بزاف مليح مع السوق الجزائري. 250 راح تكون للاوفرز. اوكي ليتس جو. راح تكون للكوميونيتيز، راح يكون فيها حصه واحده اسبوعيا، راح تكون اما حصه متابعه او حصه كيو ان اي اجابه على الاسئله، او راح يكون كاين كورس داخل الكوميونيتي وديك الحصه جست از فولو اب از accountability. باش كيفاش يقولوها، يعني انسان اللي يرافقك تروح للجيم. اوكي تروح للجيم كاين كورس دائما يقعد يسوي فيك. اتس ذا سيم ايديا. اوكي هذا بالبري تاع 250,000. that's what you do, nothing more. don't break the prices. اوكي 470 راح تكون اغلبيه بالنسبه للمهارات. اوكي يعني اذا انت راك تبيع في كوتشنج او كورس تاع الكورسز is a whole different story by the way. كورسز تبيعهم ب 800 700. I'm talking about more into communities. الكورس it's passive income in a way. ماهوش راح يعيش لك المده طويله. communities and coaching هما اللي راح يعيشوا لك لفتره اطول واطول، لانه it's a recurring revenue. Okay, it's a recurring revenue, and the ideal way to keep that revenue coming in all the time, coming in, it's to give a good price that people can pay monthly. Okay. اللي الناس يقدروا يخلصوه. اوكي 470,000 هذه لكم فيها زوج حسن. two sessions again بالعربية. alright زوج حصص، او راح يكون فيها كورس ليس حصة، وتختلف على حسب المهارة، والمهارة هذه شحال راح تكلف وقت. على سبيل المثال إذا كنت تهضر على editing 470,000. مي إذا كنت تهضر على 3D تخدم ب 470 لأنه المهارة هذه مطلوبة بزاف and it's expensive. تكس الله عرفتها يعني. روحوا لل 970. 970 راح يكون كاين فرق اللي أنا درت سيد وشخص بين 470. 470 بار اكزومبل في لي جروب تاع البيجنرز. ناخذ مثال ب STM. It's a community that we created for Salam Sloop, one of content creators about e-commerce back in the day.
كان 2024. 470 كانت فور beginners، ناس جدد في دومين التجارة الإلكترونية. اوكي. و970 كانت فور the advanced member، الناس اللي يجي عندهم خبرة تروح معاهم في الأمور ولا في مواضيع تاخذ خبرة أكبر، مش أي إنسان يقدر يحكي عليها. بالنسبة للزج، بالنسبة للهاي تيكت، على سبيل المثال بزنس موديل، هذا بزنس موديل helping content creators monetize their audience، right؟ في الجزائر ما كان حتى واحد يقدم فيها بس. لكن في 2025 درت انا بروجرام شخصيا ماركاو فيها 10 من الناس، كان بسعر الجملين، يعني it was just coaching 2 sessions a week، حصص اسبوعيا لمدة شهر. رحت فيها نقاوش راني ندير لايف بريك داون، وين مشيت معاهم اول كلاينت cold outreach. اوكي كيفاش جبنا اول كلاينت cold outreach، درنا السيلز كول لايف، how we closed the deal, how we collected them، كيفاش درنا السيرفيس، كيفاش جبنا الكليون ريزلتا and everything in between, a whole program, and it was 2.5 million. After that زوج ملايين ونص كانت لايف، and coaching sessions هادو كي تريكورداو they are selling right now for 5 minutes. No one knows about it. I don't approach it online. Very few people know about it and are mostly referrals from people that took the course with us. Okay. الخطوة الثالثة راح تغير السعر تاعك، راح تغير طريقة الدفع المحلي. في الجزائر راح تكون CCP بريدي أو يدوي. يدوي نقطة مهمة بزاف خوتي، يدوي نقطة مهمة بزاف. ناخذ على سبيل المثال الأخ عبد الطالب من MG، صار مليون. I don't know what's the name gang. Okay. يخدم بطريقة delivery. It's easier this way for the people that don't know about online stuff. صح. الخطوة الثالثة سيكون نبنيو الثقة الجمهور تاعك. الثقة راح تبنيها بالتقوى. نرجع للصفحة الأخرى، نطولش عليكم الفيديو دائما ندير. اوكي نرجع لهنا للادز للفيديوز. هذا الاخ نيك سيتنج is one of the biggest gurus. الفورمات تاع الفيديوز تاعك راح يكون كاين he does ads for the videos but not جاي it work. better actually to show you this. احسن نوري لك content. راح يكون عندك long form content، محتوى طويل. المحتوى الطويل راح يكون اغلبيه الفيديو اللي فيه الفوليوم، الفيديو اللي فيه فوليوم يلعب دور كبير. literally it's the same that you are watching، نفس الشيء اللي تتفرج فيه. okay. it worked. خطر الاخر درت فيديو it was a mistake، not a mistake, I just didn't put my effort. سييت نصور كيما هذا الفيديو وين ندير ديزاين ونعي روحي. كان فيديو بسيط جدا وجاب لي 3 high value client. علاش؟ لانه الفيديو هذا راه يديكيتي الفيور تاعك، راه يعلم فيه حاجه، راح يكون فيه فري ريسورسز كما قلت لكم. الفيديو هذا تحت في الديسكربشن راح يكون واحد الفايل راح نطرق لكم ولا ما نطرقوش كيف خليكم. it's a gift. الفايل راح يكون في الديسكربشن تحت which will help you a lot. يكون عباره عن walk throughs, guides how to do, frameworks, strategies. الحاجه هذه راح تكري clarity، يعني راح تصفي الفيجن تاع الايديال كلاينت بيرسونا تاعك. الفيديوهات هذوما راح يحلوا مشاكل، الفيديو هذا راح يحل مشكل. 2 to 3 20 minutes videos. هذا راح يكون فيديو طويل اكثر نعمق فيه. الفيديو هذا كيحل المشكل. الفيور البوتنشال كلاينت تحديدا كيشوف الفيديو هذا راح يقول هذا الانسان راه فاهم وشنو المشكل تاعي، او فاهم انا وين راني طايح تحديدا، او عارف النقطه الاساسيه تاعي. تلحق توصل هاد الايديولوجي بالفيديو تاعك congratulations. okay. هذه من ناحيه اللونج فورم كونتنت. من ناحيه short form content, short form stories it's a whole different game. stories it's a whole different game. راح نحط عليها فيديو وحده، لانه stories في الجزائر
تختلف بزاف على الستوري. شورت فورم كونتنت راح يكون كاين فيديوهات سكريبتد، فيديو تسكريبتيه وتشرح فيه نقطة معينة. راح يكون كاين لونج فورم كونتنت تشوبد، يعني الفيديوهات الطوال تاعك بروبيهم كليبس. explanatory نفس long form content educational one راح دير explanatory one. I will do Instagram reel بالنسبة للناس يصوروا بالبي سي، نفهمك كيفاش تقدر دير بالاو بي اس. الناس اللي يصوروا بالاو بي اس حيفهموني. you double the resolution، دبل الريزولوشن تاعك، حط الكاميرا on a side وسكرين on a side. من بعد تدي الفيديو هذاك تحطه في الايديتنج سوفت وير تاعك، دوبليكيته سبليت سكرين تاعك، راح تحط عليها شورت فورم كونتنت. it's very simple. عندنا a scripting formula. I'm not gonna go through that because I apologize and give such thing away. عندك inspirational. I don't highly suggest it works. فيديو تاع الفليكس. You see the algorithm, top of the mind awareness about who you are. Okay. Let's go back. Power diagram. محتوى يعلم ويثبت، أغلبية split screen. very well in. الأوفر، الخطوة الرابعة تاعنا راح تكون الأوفر. الأوفر تاعك راح يكون واضح مباشر. على سبيل المثال الويب سايت عندك جمهور حوله إلى دخل مادي في 28. simple. أوفر مباشر. الخطوة الخامسة تاعك راح تكون مجتمع مدفوع صغير. راح نتعمق لها. سيلز كلوزر طبعا لازم يكون عندك فريق. سيلز كلوزر نكتبها بالعربية ما باليش نقراها. مندوب مبيعات. راح يكون عندك فريق تاع كونفورماسيون وفريق تاع مبيعات راح يتكفلوا بطريقة البيع. راح نحط فيديو بإذن الله تعالى يشرح تحديدا كيفاش you get a team, how to hire the right closers, how to teach them what to say, what to do, all of that stuff. وبإذن الله تعالى إذا قدرت راح نجيب معايا one of the experts that I usually with راح يتعمق لكم من المبيعات. Okay. Let's go here. عندنا top of the funnel. الناس اللي ما بيعرفوش معناتها funnel اعتبروه مثلا انبوط. هنا عندك top، عندك middle of the funnel، عندك bottom funnel، وعندك اللي هنا the result. okay. that's the result. top of the funnel تاعنا وش تقول؟ short form content, reels and TikTok. Personally I use reels a lot. I don't use TikTok. As of my brain safety, I don't use TikTok, even though it generates a lot of attention. Just for me personally, it's not my ideal client person. They don't go in there. Me, for you, قادر يكون TikTok أهم من الريلز. قادر يكون TikTok أهم من الريلز لأنه الهدف هنا فهمتي راح يكون for example هذا TikTok. أنا بدي لوجو. راح نقولوا هذا هو TikTok. من TikTok راح تديهم لليوتيوب. كي تديهم لليوتيوب تقدر من اليوتيوب كلهم potential clients. هذا من اليوتيوب عندك multiple ways. ناخذ على سبيل المثال تليجرام مثلا راح تكون عبارة عن ووب community, free community. قادر تكون من غير هذو واتساب جروب قادر تكون من اليوتيوب تعاود تحولهم الانستغرام. okay. all are possibilities that you can do. نروحوا دوك احنا
نروحوا من ريلز تيك توك. لا ديفيرونس ما بين لي دو سي كو انستغرام فيه ستوريز. جو بونس كو تيك توك فيه ستوريز but they are not the same. not the same. لا كاليتي اللي تدور في تيك توك ولا كاليتي اللي تدور في انستغرام not the same. okay. type of content حطوه هوك تاعنا. الفيشي اللي راح يكون لتحت وفيشي اللي يقدر يدي one of my clients from 0 to 110 pay followers، يعني من صفر الى من يعني ما قرحت 118,000 متابع in 90 days. فيه hooks، فيه scripting structure everything in between. okay. الفاليو تاعك هذا الامر راح يتعلق بك call to action and interest peaks راح تلقاهم قاع تحت في الفايل هذاك احسن، يعني I'm not an expert in making content. الفايل هذاك راهو مقتطفات وملفات من the biggest creators internationally اللي عندهم خبرة أحسن مني في المجال ويعرفوا خير مني في هذه الحاجة. يعني حطيت كامل اللي في شي تاعهم اللي أنا استعملهم على تاعي في نوشن تمبليت وحطيته لكم تحت في 2 to 3 فيديوز أسبوعيا. خطأ مطبعي، خطأ. فيديوهات أسبوعيا. المهم انتم فهمتوا راح تبوسي الالجوريثم تاعك. من هنا راح تجي top of the mind awareness، يعني راح الناس يعرفوا who is this person، هون عليه هذا اللي راهو على سبيل المثال نستعمل في روحي as an example. هون عليه هذا اللي راهو يسي ولا راهو يمونيتايز الاودينس تاع الكونتنت كريتور. who is this guy and that's the most important part. okay. awareness it's the game. If you don't have awareness in the market, no one will know who you are, no one will believe in what you do. على سبيل المثال قادر نكون انا احسن انسان في السيرفيس، لكن اذا ما عنديش كونتنت تجيب لي awareness, what is my benefit? Where the profit from it? You know what I mean? So having top awareness, top of the mind awareness, people recognize you, know who you are. When they see it, when you see their face, when they hear your voice, they know who's the person. It's gonna feed, راح تغذي الانستغرام ستوري ماشين. Instagram story machine. Let's go here. It's a whole different game. Instagram story. لازم فيديو مخصص لهذه الحاجة، ولازم لك social proof. Lead magnet promotion. Paradigm shift. Okay. Free volume. Demanding tests. Well. عندك call to actions. عندك assets. These are just some examples from Nix, I think. You get the idea. You feed it, yeah, you get a lot of results. Donc, كي نجيبو حنا top of the mind awareness. Top of the mind awareness. راح نغديو ستوري ماشين. علاش ستوريز تاع انستغرام تحديدا؟ لانه ستوريز they connect in an in-depth way. كاين فرق كبير بانك تشوف ريل، بانك تشوف ستوري، بانك تشوف فيديو تاع يوتيوب. وكاين فرق اكبر من انك تشوف تيك توك شورت اللي يديك يوتيوب فيديو اللي يديك الانستغرام ستوري. They will connect. There are a lot of studies. I don't want to say it from the top of my mind ونكون غلط فيهم. By Harvard, I believe people who consume 7 hours of your content are more likely to buy from you. تقدر تضرب عليها هذا في chat GPT. Okay. دونك كي نغديو حنا انستغرام ستوري ماشين. What would we benefit? Right? كذا نفهمي عدوها. عندنا فيدباك. الفيدباك and Q&A. يعني من ستوريز نقدر نجيبوا فيدباك تاع الاودينس تاعنا الناس. What do they think about us? Okay. In the Q&A, questions and answers. What are they mostly struggling with?
شنو المشاكل اللي عندهم، وين راهم حاصلين تحديدا باش تقدر تتيزيهم as points of content. as an example، واحدة من أهم النقاط اللي شفتها في الأودينس تاعي اللي هي how to create an offer. right؟ تقدر قلنا one of the main points نقدر نقول لكم إنه هي how to create an offer، باش نكري الأوفر how to offer، ولا عندك how to price free، وتختلف على حسب المجال وعلى حسب there are a lot of parts to this equation. خاطي I cannot explain Q&A in 30 seconds. okay. عندك lifestyle and authority. اللايف تلعب دور في بعض من المجالات على سبيل المثال if you make content on how to make money، تدير انت content على كيفاش تدخل دراهم. لايف makes a lot of sense. لكن اذا انت تدير content على سبيل المثال how to make content واللي صانع محتوى جيد، lifestyle is not gonna bring a lot. لكن authority works in any niche. مش الauthority تحديدا انك تقول لهم this is what I know why you should follow my lead، لازم تتبع النصائح تاعي كون انا. that's what authority builds. okay. عندك give social proof. okay. خلي الناس يامنوا بالنقاط تاعك، يعني authority link it together. authority gives social proof and social proof can be used in the announcements. okay. It's all linked together. It's all linked together. You know, like, okay, let's go back. So you guys understand. right. راح تدير reels. One of the methods اللي راح تلقاهم في السكريبتنج methods راح تلقاهم في الفايل. okay. الفيديوز هادو ياهم راح يبوستيو الالجوريثم، راح تجيب awareness. okay. الاويرنس هذه راح تخدي لك انستغرام. الانستغرام راح تجيب فيدباكس، الناس وش راهم يشوفوا فيك، تجيب Q&As، راح تجيب منهم ايدياز التي تيريزيهم باش تبين الاثوريتي تاعك. وكي تبين الاثوريتي تاعك يكون عندك سوشيال بروف. انا على بالي واش راني نهضر. كي تجيب السوشيال بروف تاعك راح تقدر دير اناونسمنت I am here in the market. you know you present yourself by that goes on and on. خلونا نعاود نرجع شويه. راح يكون عندك daily touch point، يعني يوميا راح تكون عندك نقاط تحكي عليها. information never fades. every day there is something new. okay. وهذه راح تجيب لك الليد، تجيب لك potential client دي prospect. لازم لك سيستم باش تكابتشر الليد. ناخذه على سبيل المثال الريلز تاعك تقدر دير كومنت CTA، كومنتين بعث لك فيشي فيها DM اوتوميشن. ما ننصحكمش تيتيليزيو ماني شوت. عندكم سوبر بروفايل ويب سايت. صراحة نخليكم لينك تاع افيليشن ولا حتى حاجة. just google it and okay نقدر نخليكم لينك تاع affiliation. I'm not gonna profit this. This is not made for profit. okay الفيديو هذا is not made for profit. اوكي وليك تيو الليدز. علاش سجستيت تحديدا this website. I show you what they have. عندك الauto DM obvious. اوكي على بالي بلي كاين automation. اوكي monetization apps تقدر تسالي digital products. فيها offers، فيها systems، تقدر تهوستي webinars. a lot of stuff. الله of okay there is a free version as well. كاين version bottle بس ما فيهاش تاع stories. that's what راح تكوليكتي الليدز. الليدز هادو اما يكونوا واتساب
على حساب الفيلد اوف بزنس تاعك، اما اي جي بوكس، انستغرام انبوكس، راح تغدي لك تراست بيلدينج تاعك، راح تغدي الثقه الجمهور تاعك. باش محتوى اللي يبث الخبره we already talked about it، ماش حنزيد نتعمق فيها ولا نهضر عليه. يجيب لك كيس ستاديز، حاجه مهمه بزاف. ناخذ على سبيل المثال دي one of your audience, you give them information، يتيليزيو لك الانفورميشن for free in return of a case study and a testimony. يعني حدير لك فيديو feedback video about your services، والcase study هي how can I explain in Arabic؟ اوكي، تدي النتيجة تاع الشخص هذاك وتبينها لنا. يعني على سبيل المثال هاي لي كيفاش دينا هاد الايجنسي، ولا هاي لي كيفاش ديت هاد الكونتنت كرييتور من say 25 هاي لي كيفاش ديت هاد الكونتنت كرييتور من 17000 متابع الى 50000 متابع في شهر واحد، وقدرنا ندخل من 5 لانش. example one of my case studies. okay. اي احنا قدرنا نتيليزيوها باش نبوستيو فاليو بوست leads. حجيب لنا conversion system، DM conversion quality offer. الامور بسيطه جدا خاطر تقدر تلقاهم في البوكس تاع اليكس هرموزي، مش حاب نتعمق في امور بسيطه في الفيديو هذا. we already did but still just to not make it long 'cause it's already 37 minutes. okay. دونك مور ما نكريو الكونتنت راح نجيبو people to the inbox تاعنا، راح نبنيو الثقه تاع الناس. كاين conversion system اللي راح يكون في ستوريز، راح نتعمقوا عليها في فيديوهات اخرى ان شاء الله. لكن تقدروا تشوفوا ستوريز تاعي في انستغرام اللي يكونوا خير مثال على هذا الحال. راح يكون كان الكونفرجن ان دي امز. المهم هاد الامور بسيطه جدا على حسب الجمهور اللي يلحق له هذا الفيديو. الكلوزنج طريقه مبيعات we already talked. payment layers، البيمنت لايرز لنعود اليها مجددا. يكون كاين الكلوزنج الفريق تاع المبيعات تاعك هو اللي راح يستكلف ب المبيعات بالبيمنت. بيمنت راح تكون سي سي بي بريدي موب، كاش، الدليفري بيبل، نو سترايب. الاوفر تاعك وانا على حساب لي بري قلنا عليه برايسز. اوكي إلا تاخذ في النوتس you already understand. وين راح نديرو paid community. I highly suggest you use WOP. أدري أنها في الفترة الأخيرة لاحظت فيها بعض المشاكل. راح ندير فيديو مخصص على WOP how to create a community in WOP for the Algerian market. علاش WOP تحديدا؟ تدير فيها الكوتشنج سيشنز تاعك they be recorded automatically and posted automatically instead of the community. تدير upsells in of there as well. Recurring revenue, it just keeps looping. The flywheel goes in. That's what I call it myself. علاش؟ when you get clients, okay, راح تجيب results. Results means okay, not this. Results راح يعني محتوى, case studies, testimonials and value posts. Okay. Clients, content from results. نسيت اني كاتبها لها اصلا. راح تدير content من results تاعك اللي راح تجيب لك more traffic which means from content. And I believe we talked about it all at this point. مازال كاين this is the same just version صغيرة. كنت حندير فيديو صغير من بعد قلت خليني نتعمق أكثر وأكثر.
Okay, let's go back to how I do it myself. نقطة الحسم. Get your coffee ready for me. I'm a drink some water. الحمد لله. Okay, let's say عندنا creator عنده audience، يعني صانع محتوى وعنده جمهور، لكن ما راهو يدخل في والو من الجمهور تاعه. النهار الاول تاعنا معاه راح نسيو identifying the ICP، شكون هو الايديال كلاينت بيرسونا تاع صانع المحتوى هذا. على سبيل المثال نقول صانع المحتوى هذا يدير محتوى تاع تجاره الكترونيه. التجاره الالكترونيه هي احسن مثال لانه اغلبيه familiar with it. اوكي، يدير محتوى على تجاره الكترونيه. قادر يكون الايديال كلاينت بيرسونا تاعه هو الشخص ما عنده حتى علاقه بالتجاره الالكترونيه وحاب يبدا اي كوميرس. قادر يكون الاي سي بي تاعو انسان يراهو ما بين 50 ل 100 طلبيه في الشهر. قادر يكون الايديال كلاينت بيرسونا تاعو هو الشخص راهو يدخل بين 500 طلبيه في اليوم، وتختلف على حسب السعر، على حسب العرض، على حسب الخبره تاع الشخص هذاك، وعلى حسب المحتوى تاعو. واللي بها راح نقدروا نديروا اوفر ديزاين، راح نديزاينيو اوفر مخصص للاي سي بي تاعو اللي راح يحول or will define how to say define in Arabic. Oh, fine. يعرف Arabic، راح يعرف كيفاش راح نديروا الاوفر تاعنا، ولا what is right for the offer، وحاجه راح تكون صحيحه للاوفر، لانه راح تختلف. اذا راح تدير كوتشنج، اذا راح تدير كورس كوميونيتي. كملوا بالمثال تاعنا. اذا كوميونيتي بيد كوميونيتي راح نديرها داخل منصه اوب اوب وير باك. اوكي، اذا كانت كوميونيتي نديروها داخل ووب. اذا كان كوتشنج بروجرام نقدروا تاني نديروه داخل منصه ووب. اذا كان كورس يكون ديجيتال وان اللي يقدر يتهوست في بليزر بلاتفورم and I'm not going to get in details. All of these راح require landing page. It's very simple. واحد ما يعقدها لك، واحد ما يقول لك it's a structure, copywriting, all of that stuff. لانه الحاجه اللي تهم اكثر هو المحتوى اللي راك تقدم فيه والجمهور اللي راه يشوف المحتوى تاعك. انه اذا الجمهور الصح راه يشوف المحتوى الصح من الشخص الصح، موش راح يهتم بزاف لواش كاتب ازل لاندنج. والناس اللي راهم في المجال راح يفهموني مليح واش راين. كاين there is a lot of bullshit going on around. There is a lot of bullshit اللي يقول لك copywriting لازم لك PSL، لازم لك big فرور type of stuff. بالحقيقة هو واش تحتاج محتوى صحيح يقيس الجمهور الصحيح بسيستم صحيح. اذا كان السيستم تاعك صحيح ويجيب لك الجمهور ويجيب لك از ليدز شي كاتنشن فقط، يعني يقوم لك ليدز دي بروسبي من عندك their information، درب الفريق تاعك بطريقه صحيحه ويقدر يتواصل معاهم. easy peasy lemon squeeze. That's all I will say at the moment. هذا راح يكون في الاسبوع الاول تاعنا. نعرفوا الاي سي بي، نديفاينيو الاوفر تاعنا، نوجدوا الكوميونتي، نوجدوا the type of content we do the stories, and from there on we go to week 2. راح تكون content strategy وين اغلبيه نديرها في week 1 depends on the client. Sales not attracts, I just mentioned it. الكونتنت اللي يبيع ماشي يجيب attention، يجيب attention طبعا لكن مش the same not the same length I would say. Okay. Story sequences اللي جو بريفير يكون لهم فيديو مخصص لهم لانه it's all different game بالنسبه للسوق الجزائري. content asset على سبيل المثال this is a content asset. يجيني client
ولا يجيني a potential content creator ماهوش لاحق للrequirements اللي احنا نطلبوهم في ماركتيلي as an example as an agency. بعث له content asset، بعث له فيديوهات يوتيوب، بعث له سيري يقدر يتبعها، بعث له محتوى اللي يقدر يشوفه باش يلحق للليفل اللي رانا حابينه، ومن تماك نقدروا we work with him. This is content asset. This drives traffic. Okay. Drives traffic. وين راح نجيبوا leads and we close them. okay. Sales closer installed. راح نجيبوا فريق تاع مبيعات اللي يجيبوا لي فرق I make a video with a specialist about it. Okay. Leads come in. شوفوا اسكو they are qualified or not. The person هذا meets the criteria. Okay. If no, راح نرتريوهم ونريكواليفيهم. Let's go back. Week 2 we install content. Okay. نديرو story sequences اللي نغذيو بيهم الجمهور تاعنا. راح نديرو content assets اللي نعطو فيهم value. نجيبو traffic، نجيبو leads. هاد الحاجة leads نجيبوهم زبو عندنا فريق مبيعات sales closing team installed. اوكي. اللي راح نجينيريتيو بهم leads تانيك مرة أخرى. هنا راح نشوفوا الكواليفيكيشنز تاع الليدز. اسكو هاد لو بيرسون meets what I need in the community or no. إذا لا راح نرشيوهم. باش نرشيوهم انه نعاودو نحطوا لهم content and content assets and we keep giving until they reach the criteria we want. Okay. Either way they qualify. يديروا sales call. sales call راح يديرها فريق المبيعات تاعك and they close the deal. When they are paid and the payment is collected, okay, we go to the result. Clients onboarding. نحطوا students in a WhatsApp group, which is the best way. And we deliver coaching sessions. I deliver coaching sessions. Syncing. توضيح بسيط. This what I walk my clients through. Okay. It says Ali delivers bonus coaching. Me, I do deliver bonus coaching sessions inside of my clients' which we get social proof with. And it goes on and on and on and on. أغلب audience there, if you're watching, you already know me from some communities we run. Okay, the system runs automatically. Whole idea. If you get this installed, راح نعاود لكم ريكاب خفيف. عندنا content creator with zero income. لازم يعرف ideal ICP تاعو، شكون الجمهور المحدد اللي راح يشري عليه، اللي منها يقدر يدير اوفر مخصص لهذاك الجمهور، اللي راح يعرف اوفر تاعو هو المقدره تاعو انه هو واش راح حايب. اوكي ماي ارابيك. اسكو راح حايب كوتشنج، اسكو حايب كوميونيتي، اسكو حايب كورس، اسكو حايبهم كاع كيف من هذيك الحاجه راح يعرف يدير اللاندنج بيج تاعو، راح يعرف السيلز فانل تاعو. الفانل اي بليف راني داير الفيديو اللي قلت لكم قبلها تاع بروفايل فانل، من انكم تروحوا تشوفوه. اتس فيري امبورتانت وان. مي اون تو ليكا نقدروا لونشيو بها الكونتنت استراتيجي تاعنا اللي راح تبيع مش يبقى فقط، واللي منها تاني نديروا ستوري سيكونسز كونتنت اسيتس اللي راح تغذي الجمهور تاعنا بالفاليو which will build traffic the sales team. يبنى leads يستكلف بهم sales team where we see if they are qualified or not. If they are qualified, they go through this process. If they are not qualified, راح تعاود تجوز issue تاعك. Let me see the front end. I believe we already talked about it. Content, organic and paid ads. It's a huge game. Larger market as well. First exposure, real curiosity. People click on the profile. راح يشوفوا strong profile. Okay, we need to walk through this. ناخذ على سبيل المثال رانا نديرو reels في التيك توك. Either organic or paid. مهم content. راح يجيب لنا الفيرست اكسبوجر، يعني الناس جدد اللي يشوفوا في البروفايل تاعك، راح تجينيريتي الكيوريوسيتي. Who is this guy؟ شكون هاد البنات؟ يكيو على البروفايل. they see
is your profile good؟ المحتوى تاعك. The pinned posts. That's a very important point. 3 pinned posts اللي يكونوا في البروفايل تاعك. البروفايل تاع انستغرام يكون مقسم على 3 categories. 3 sections. section الاولى تاع pictures and posts. section 2 تاع reels. section 3 راح تكون تاع reposts. اذا لو بيرسون هذاك شاف الكونت تاعك اغلبيته راح يشوفوه من الريلز، يعبص على البروفايل حتى يديه للسكشن تاع الريلز. 3 pinned reels الاولين it's all different game. ماشي لازم تحط فيهم الفيديوهات اللي جابوا اغلب الفيوز. there is a structure. الفيديو الاول اللي مبيني دائما يكون على what do you do، تا وش دير. الفيديو الدوزيام راح يكون عباره عن case study or a video that has a lot of value، وجو بريفير يكون دائما تكون فيه all of them تكون فيهم DM automation and comment automation اللي حتمد لهم free assets. الفيديو التروازيام your story most of the times راح يكون فيهم لازم story بديت وشرحت that's a very important point. كان لازم full screen to mark it for you. لازم تoptimize البروفايل تاعك البايو and all of this stuff. It's very simple. check Devin Jatho. Devin Jatho عنده a very 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 good video about optimizing your profile. Follow saves DM. They are triggers, story sequences triggers. Qualification, engagement, they get a DM, icebreaker DM. Okay, I believe we need to talk about this. When you get a lead, it's all about appointment setters. فريق اللي حيستكفل تكلف بالدي امز، يسكوا على بالهم وش راهم يهضروا. icebreaker DM. What is the file that I have? Word, it's too big to a certain point when. Let me pause. Okay, we are back. It's too complicated. Opener. Hi name. Would you like to be interested? Learn more about how we can get you. Da, 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 da. Hi name. We currently helped. Da, 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 da. This is not what I want. Another opener. I believe here. Your first message, yeah. So, hi name. Just want to let you know about inbound setter position. Are you still interested in becoming appointment setter? إذا كان المحتوى تاعك أنا ناخذ مثال بالأخ تاع تجارة إلكترونية. Fun fact, فلاون راهو يدير فهاد استراتيجي. فلاون راهو يدير فهاد استراتيجي. shout out to فلاون. كيما حطاها في الجروب at of the boys. راهو follow me and send in a lot of DMs to people. Can give one line a difference. It differentiate from people, like from a content creator to another. So you gotta find what works for you. I'm not found it. So icebreaker DM to see if they're interested or not. If yes, active qualification. Talk with them. Try to call, get a lead, give them value, give them all of that stuff. If not, it's a follow up, either with content or with such a thing, which I'll create. That'll be it as of today's video. Ladies and gentlemen, it was a pleasure. A pleasure. 55. الفيديو هذا فيه value and you took note. عندي script في الفيديو تاعي. I just recorded what I felt most عربية. recorded video وش بان لي أنا نقدر نساعد عليه مع script. دونك j'espère que تحت point. And if there's any question, my Instagram is open. You find it down in the description of this YouTube video. ولا إذا جاي
Anyways, if any questions, type them down in the comments or DM me on it. I'll my best to reply to you personally. And ladies and gentlemen, or my fellow content creators, follow the site. No, you are the problem. Good luck.